مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف لنقاش الذي نخصصه اليوم لنتائج الانتخابات التشريعية في إسبانيا. بعد إعلان نتائج انتخابات 20 من ديسمبر الجاري، تأكدت تكهنات استطلاعات الرأي بشأن الخريطة السياسية الجديدة، فقد حقق الشعبي فوزا بدعم الهزيمة، وحافظ الحزب الاشتراكي العمالي على ماء الوجه مكتفيا ب90 مقعدا، وفرض حزب بوديموس نفسه بعد سنة من التأسيس وافتك 69 مقعدا، وبعده حل حزب سيودادانوس رابعا بعد أن ضمن لنفسه 40 مقعدا. لكن في كل هذا لا أحد بمقدوره تشكيل حكومة إلا بتحالفات تبدو في حكم المحال تحت طائلة الإعادة بعد انتهاء الأجل الدستوري. اليوم في ملف لنقاش نسأل الخبراء عن القراءات الممكنة في نتائج الانتخابات التشريعية الإسبانية، عن السيناريوهات والتحالفات الممكنة والمحالة، كما نسأل عن تداعيات انتهاء الثنائية الحزبية على المشهد السياسي في إسبانيا والوزن الحقيقي للأحزاب الصاعدة في الساحة، وكيف تتصرف النخبة السياسية هناك مع الخريطة الانتخابية الجديدة. بداية نتوقف مع محمد برويس عند قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الإسبانية. حياكم الله. أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية في إسبانيا خارطة برلمانية استثنائية في تاريخ هذا البلد، وأظهرت نتائج الانتخابات فوز الحزب الشعبي ب123 مقعدا، متبوعا بالحزب الاشتراكي العمالي الذي حصل على 90 مقعدا. كما برز في هذه النتائج بشكل لافت حصول حزب بوديموس اليساري على 69 مقعدا، وبعده حزب سيودادانوس اليميني على 40 مقعدا. ولا تخول هذه النتائج لأي حزب سياسي القدرة على تشكيل أغلبية برلمانية تسند حكومة يتزعمها، وحسب الدستور تتحدد الأغلبية البرلمانية في 176 مقعدا. وتشير هذه النتائج إلى كسر قاعدة الثنائية الحزبية في إسبانيا بصعود حزبي بوديموس وسيودادانوس، والتراجع اللافت للحزب الشعبي الذي حصل في هذه الانتخابات على أضعف حصيلة انتخابية منذ العام 1982. أما نتائج الحزب الاشتراكي العمالي في هذه الانتخابات فهي الأضعف على الإطلاق في تاريخه. ويعد الرابح الأكبر في هذه الانتخابات حركة بوديموس بزعامة بابلو إغليسياس، وهو الحزب الذي تأسس العام الماضي فقط واعتمد في ترشيحاته على نشطاء مدنيين قليلي الحنكة السياسية، إلا أن الحزب حاز بفضلهم على 20% من النتائج، وكاد أن يزيح الحزب الاشتراكي من المرتبة الثانية بفارق 400 ألف صوت فقط. ويترجم تراجع الأحزاب التقليدية في إسبانيا سخط فئات واسعة من الناخبين لا سيما الشباب منهم على الأوضاع التي آلت إليها المؤسسات الحزبية التقليدية وأداؤها السياسي. فالحزب الشعبي عانى على امتداد السنوات الأخيرة من فضائح رشوة ومن تابعات تدبيره للأزمة الاقتصادية وإجراءات التقشف التي تجعله اليوم فيما يشبه العزلة السياسية. أما الحزب الاشتراكي فنتائجه الحالية تفسرها أزمته الداخلية بعد الهزيمة السابقة في انتخابات الأقاليم التي جرت في مايو الماضي، وتابعات الأداء الباهت نسبيا حسب خبراء خلال فترات حكمه ومخلفات الأزمة الاقتصادية. وتبقى الانتخابات التشريعية الأخيرة لاستحقاقات الأكثر هشاشة باعتبار واقع البلقنة الذي لم تألفه السياسة الإسبانية وصعوبة تدبير التحالفات، وفي مقدمتها التحالف بين الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي. أما حزب بوديموس ذي الوزن المهم في المعادلة البرلمانية اليوم فهو يشترط على من يريد التحالف معه القبول بإجراء استفتاء على استقلال كاتالونيا وإعطاء الحق لمناطق الحكم الذاتي لتنظيم استشارات واستفتاءات شعبية، وهو ما يضع الوحدة الوطنية في إسبانيا على محك حقيقي. وربما ذلك ما يفسر دعوة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس الإسبانيين إلى الاتحاد والتضامن في رسالته بمناسبة أعياد الميلاد، معتبرا أن التعددية السياسية تجلب حساسيات ورؤى وآفاقا مختلفة، وتتطلب ممارسة سياسية تقوم على الحوار والتشاور والتسوية. لمناقشة محاور هذا العدد يسعدنا كثيرا أن نستضيف
في الاستوديو لثاني مرة في ملف لنقاش زميل نبيل دريوش، وهو صحفي وكاتب مختص في الشؤون الإسبانية ومؤلف كتاب الجوار الحذر عن العلاقات المغربية الإسبانية. نبيل، أهلا بك معنا. أهلا جوهرة، ومساء سعيد. يسعد مساءك كذلك. سعداء كثيرا دائما بصحبة الدكتور عبد الواحد أكبير، وهو مدير مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات. دكتور حياك الله. شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا. وسعداء دائما باستقبال الأستاذ عبد الحميد الباجوقي، الكاتب المختص في الشؤون الإسبانية. سي عبد الحميد الباجوقي، أهلا وسهلا بك. أهلا زوارة. أهلا بكم. أبدأ معك نبيل دريوش، لنبدأ أولا بقراءتك الشخصية أنت لنتائج هذه الانتخابات التشريعية. بدوري سأبدأ بعبارة بليغة للصحفي الإسباني إنياكي غابيلوندو، الذي قال في إحدى كتاباته أو في إحدى مداخلاته في إذاعة كادينا سير الإسبانية، قال: كنا في إسبانيا نعزف على البيانو السياسي بأصبع أو أصبعين، وصرنا اليوم نعزف ب10 أصابع. كيف ستكون النغمة التي يعزفها الآن الإسبان على البيانو السياسي ب10 أصابع؟ هذا ما ستحدده الأيام المقبلة. لكن أقول بأننا أمام إسبانيا تغير جلدها سياسيا، أمام إسبانيا تعددية، إسبانيا بنكهة إيطاليا. نعرف بأن إيطاليا تعيش تعددية سياسية. هذه التعددية السياسية في إيطاليا أفرزت مشهدا سياسيا غير مستقرا، بحيث أن الحكومات لا تعمر إلا لعدة أشهر. الآن إسبانيا تعيش تقريبا نفس السيناريو، مع فارق أن الإيطاليين يعرفون كيف يديرون السباكيتي الإيطالية. نفس السباكيتي الإيطالية تنتقل الآن إلى المشهد السياسي الإسباني، لكن نرى أن هناك نوع من التخبط في إدارة هذا المشهد التعددي الذي صار ينقسم إلى قسمين: إلى القدماء وهما الحزب الاشتراكي الإسباني والحزب الشعبي اليميني، وإلى الوافدين الجدد وهم حزب بوديموس وحزب سيودادانوس، اللذان جاء إلى المشهد الإسباني بضغط من الأزمة الاقتصادية التي ضربت إسبانيا منذ عام 2008. صار الإسبان يعزفون ب10 أصابع. هل معنى هذا كذلك أنه انتهت الثنائية الحزبية بمفهومها التقليدي؟ أظن بأن إذا كان إنياكي غابيلوندو يقول بأنه الإسبان يجب أن يعزفوا البيانو، أظن أن الإسبان يتقنون أكثر الفلامينكو ولا سيريانا، وبالتالي هم يجب أن يستجيبوا لواقعهم، وواقعهم مختلف بشكل كامل عن واقع إيطاليا كما أشار الأستاذ نبيل، لأن واقع إيطاليا وبلقنة المشهد السياسي الإيطالي. بلقنة دكتور؟ في إيطاليا، أتحدث في إيطاليا، أن في إيطاليا هناك كتلتين، كتلة يسار وكتلة اليمين هي التي تحكم، وهذا تقليد منذ الحرب العالمية الثانية في إيطاليا، وبالتالي هناك تعود على هذا المشهد. الحكومة في إيطاليا لا تعمر سنة. الوضع مختلف بالنسبة لإسبانيا. إسبانيا لما عادت الديمقراطية، الدستور الإسباني خطط لتكون هناك ثنائية حزبية، لا تكون هناك أحزاب أخرى، بدليل أنه منذ انتخابات 77، منذ الانتخابات الأولى إلى هذه الانتخابات، لم يسبق للحزب الأول أن نزل عن 30%، ولم يسبق للحزب الثالث أن وصل إلى 10%. يعني هناك ثنائية حزبية. الآن هذه الثنائية أصبحت متجاوزة في رأيي، ليس فقط بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وإنما لأن هذا المشروع استنفذ. وأقول استنفذ لأنه منذ بداية القرن العشرين الجيل السياسي في إسبانيا عمره 40 سنة، من نهاية القرن التاسع عشر إلى 1936، نهاية القرن التاسع عشر نهاية الإمبراطورية الإسبانية مع نهاية المستعمرات وبداية الإرهاب، ثم 1936 الحرب الأهلية، انتهى الجيل الأول. بدأ الجيل الثاني مع نهاية الحرب الأهلية والحكم الفرنكاوي لمدة 40 سنة أخرى، انتهت سنة 1975، ليبدأ الجيل السياسي الثالث في 75 وينتهي اليوم. وبالتالي يجب أن نؤمن بأن هناك حتمية تاريخية يجب احترامها. سي عبد الحميد الباجوقي، هل أنت مع من يقول أن الثنائية الحزبية انتهت في إسبانيا، أم أن الأمر ما زال مبكرا؟ لا، هو أكيد في تقديري أن هناك مع النتائج الحالية نهاية للقطبية والثنائية،
لكن لا يمكننا أن نجزم بنهايتها تماما وبعدم عودة المشهد الإسباني إلى قطبية جديدة. طبعا الواقع الحالي أو المشهد الحالي هو نتيجة ليست فقط الأزمة الاقتصادية بقدر ما هو نتيجة ما يجري في كاتالونيا وموضوع الانفصال في كاتالونيا، وبإجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية التي كانت إجراءات قاسية، اقتطاعات قوية. وربما حركة 15 ماي التي انطلق منها حزب بوديموس مثلا، حزب نستطيع، قبل أن ينطلق كحزب انطلقت ما سميت آنذاك بالموجات، الموجة البيضاء، الموجة البرتقالية، الموجة الزرقاء، وهي تعني دائما موجات من الإضرابات والتظاهرات ضد القطاعات، إما في قطاع الصحة أو في قطاع النظافة أو في قطاعات أخرى عمالية. طبعا ربما كما قال فيليبي غونساليس في أول تعليق عن إسبانيا الإيطالية، قال الآن نحن أمام إسبانيا الإيطالية لكن بدون إيطاليين، بدون إيطاليين، في إشارة أن إيطاليا لها تجربة، أو النخبة الإيطالية السياسية لها تجربة في تدبير تحالفات من أقليات دامت لمدة ما يزيد عن 20 أو 30 سنة، وعرفت إيطاليا حكومات من 6 أشهر و7 أشهر من تحالفات كبرى. النخب السياسية الإسبانية الآن أمام هذا المحك، وفي مقدمتها من أجل تأكيد استمرار اللا قطبية بوديموس وسيودادانوس. هل هي بالفعل أحزاب قادرة أن تمارس بشكل براغماتي وأن تنخرط في ظل هذا النظام مع تجديده وتغييره الذي بدأ بعد مرحلة كما قال الأستاذ هي مراحل تعد ب40 35 سنة يتم فيها انتقال ورجات قوية داخل إسبانيا باستمرار. طيب، ما زلنا في إطار تقديم قراءة للانتخابات التشريعية. نبيل، بالنسبة للحزب الشعبي تراجع كبير، حافظ على ماء الوجه ليس أكثر في الحقيقة. أعتقد بأن الحزب الشعبي فقد ماء وجهه، بحكم أن الحزب الشعبي حقق أكبر نتيجة في تاريخه عام 2011 عندما حاز على أغلبية مطلقة. الآن نرى بأن الحزب الشعبي حاز على نتيجة هي ربما تضاهي أقل من النتيجة التي حصل عليها عام 1989، وكان الحزب الشعبي آنذاك في بدايته. ولكن ما زال في المقدمة، الآن لا زال في المقدمة، لكنه فوز بطعم الخسارة. وهذا الفوز، أو لنقل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان حصل عليها الآن الحزب الشعبي، 123 مقعد، لكن هذه المقاعد وضعته الآن في أزمة سياسية عليه تدبيرها، بحكم أنه هو أكثر من صوت عليه الناخبون الإسبان، بحكم أنه أكثر من صوت عليه الناخبون الإسبان هو الأولى بأن يشكل حكومة. يبدو من تصريحات الحزب الشعبي ومن تصريحات قياديه أنه ما زال متشبتا بتشكيله، بحقيته في تشكيل الحكومة، وبأحقية ماريانو راخوي لا غيره من داخل الحزب الشعبي في أن يكون رئيسا لهذه الحكومة. لكن ربما سأستبق قليلا، جميع السيناريوهات المطروحة على ماريانو راخوي منذ اليوم الأول لإعلان فوزه بين قوسين بالانتخابات الأخيرة تقود إلى الاصطدام بالجدار، وجميع السيناريوهات كما يقولون هي تقود إلى كلمة واحدة: مستحيل. هل يتحالف مع بوديموس؟ مستحيل. هل يتحالف مع الحزب الاشتراكي؟ مستحيل. هل يتحالف مع سيودادانوس؟ ربما هنا لون المستحيل يقل، ولكنه سيناريو إن لم يكن مستحيلا فهو صعب بالنظر إلى المواقف التي عبر عنها ألبير ريفيرا إلى آخره. إذن هو الآن أمام نصر وضعه في مصيدة. طيب، سنذهب كذلك إلى التحالفات الممكنة وهذا الجدار الصعب الذي سيواجه سواء الحزب الاشتراكي، التحالف اليساري، أو حتى حزب الشعب. ما زلنا في تقديم القراءة. دكتور، لماذا هذه النتيجة المرة، الهزيمة المرة كما سماها نبيل بالنسبة للحزب الشعبي؟ هي نتيجة للأخطاء التي ارتكبها، لأنه على امتداد 4 سنوات ارتكب أخطاء متعددة. أولا على مستوى الفساد الإداري، لأن هناك، ولكن ليس حكرا على الحزب الشعبي فقط، ولكن هو الذي يحكم. الحزب الاشتراكي هو الذي يحكم، ولكن خسارة الحزب الاشتراكي كانت أكبر، لأن في هذه الانتخابات الحزبين التقليديين كلاهما خسر. الحزب الاشتراكي كذلك خسر. الحزب الاشتراكي نزل من 111 مقعد إلى 90 مقعد، وبين الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي فقدا 5.5 مليون صوت. هذا رقم كبير، وهذه معاقبة للناخبين، لأن حقيقة الأزمة
كما قال الأستاذ نبيل الذي بدأت سنة 2008 بدأت على عهد الاشتراكيين. طيب ماذا عن الذنوب التي لم يغفرها الإسبان ربما الحزب الشعبي؟ أولها هي الفساد الإداري، ثانيا الأزمة الاقتصادية المستشرية، أزمة يعني لم تتوقف. صحيح أن الحزب الشعبي نجح إلى حد ما أن يمتصها، ولكن على حساب فئات معينة من المجتمع. هل كان يمكن لأدائه أن يكون أفضل؟ ربما. أنا أظن، وهنا لا أريد أن أحمل المسؤولية للحزب الشعبي بقدر ما أحملها للظرفية التي عاشتها إسبانيا. إسبانيا في مرحلة صعبة جدا. الراخوي والحزب الشعبي وصل إليهما إرث ثقيل جدا. صحيح. أزمة اقتصادية حادة، قلت بدأت مع الاشتراكيين، والتزامات الاشتراكيون كانوا أذكياء. لاحظ أنه ساباتيرو قبل شهر واحد من تنظيم الانتخابات أعلن على إدخال فصل جديد في الدستور، هو الفصل 135، وهي كانت مصيدة، هي مثابة هدية مسمومة للحزب الذي سيحكم. فهذا الفصل يجعل التزامات إسبانيا مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون، فيما يتعلق بالتقشف، فيما يتعلق بالعجز في الميزانية. وبالتالي لما فاز الحزب الشعبي كان عليه أن يتقيد بهذه الالتزامات على حساب من؟ على حساب الطبقات الفقيرة، لأنه أولا تم تجميد الراتب الأساسي، تم إضافة ضرائب جديدة، تم الاقتطاع من سياسة التعليم وسياسة التعليم وسياسة الصحة. إذا كل هذه الأمور كان على الحزب الشعبي أن يؤدي الفاتورة، وبطبيعة الحال بالإضافة إلى قضية الفساد، والناخب لا يغفر. ثم ظهرت بدائل، سيودادانوس وبوديموس لحد الآن يقدمان مشروع نظري، لا نعرف هل سيتطبق يكون ناجح أم لا، ولكن الناخب يظن أن هناك بدائل، وبالتالي هناك حاجة للتغيير. كتكمل لما قاله الدكتور أجمير، لماذا صوت الإسبان وحاز الحزب الشعبي الأغلبية عام 2011؟ لأن الإسبان عندما ذهبوا إلى التصويت خلال انتخابات عام 2011 ذهبوا وفي ذهنهم تلك الأرقام الاقتصادية الجيدة التي حققها الحزب الشعبي خلال 8 سنوات من وجود خوسيه ماريا أسنار ومن وجود الحزب الشعبي داخل قصر لامونكلوا. كانوا ينتقدون ساباتيرو ويقولون بأن الاشتراكيين لا يملكون الوصفة السحرية من أجل النهوض بإسبانيا اقتصاديا، وكان الحزب الشعبي يستغل هذه النقطة بالذات ويقول بأنه هو الوحيد الذي له الرؤية وله الخبراء من أجل أن يمنح إسبانيا تلك النهضة التي منحها لهم خلال فترة خوسيه ماريا أسنار، بغض النظر عن السياق العالمي والسياق الأوروبي الذي حكم يعني إسبانيا في تلك الفترة. إذن صوتوا عليه على أساس أنه هو الذي سينهي الأزمة، لكن بعد 4 سنوات لاحظنا بأن من يحكم ليس ماريانو راخوي، من يحكم هي أنجيلا ميركل، من يحكم هو ماريانو دراغي، من يحكم هو صندوق النقد الدولي. وأي رئيس حكومة سيأتي لإسبانيا أو غيرها عليه أن يلتزم مجموعة من الشروط، مجموعة من الالتزامات الموضوعة من طرف هذه الهيئات، وبالتالي ربما يختلف الهامش الذي يناور فيه، الطريقة التي يناور فيها، لكن في نهاية المطاف ليس بوسعه أن يفعل الشيء الكثير. طيب لم يكن بوسعه أن يفعل الشيء الكثير، ولكن ما الذي فعله وأخطأ فيه؟ قراراته الخاطئة. نعم، قبل أن أجيب على هذا السؤال أود الإشارة إلى أن إسبانيا عرفت 12 محطة انتخابية وطنية إلى جانب 50 محطة جهوية و7 أوروبية. أعلى نسب للمشاركة غالبا ما تتم أمام وضع فيه أزمة اقتصادية قوية أو فيه خطر يهدد أمن البلاد والعباد. فنجد سنة 77 كانت عملية الانتقال إلى الديمقراطية من نظام فرانكو إلى الديمقراطية 73.79% للمشاركة، 82 79.97 لأول مرة حزب اشتراكي سيصل الحكم بقيادة فيليبي غونساليس. 2004 بعد انفجارات قطارات مدريد 75%. الآن كذلك نفس الشعور عند الجمعي عند المجتمع. ما الذي يخيف الإسبان فيه؟ يخيف الإسبان من الإجراء الآن سببين رئيسيين: موضوع اهتمام المحللين والنخبة السياسية بشكل عام، وبشكل خاص الأحزاب التقليدية. الحزب الشعبي الذي هو مهدد في وجوده في استمراره، والحزب الاشتراكي الذي حقق لأول مرة في تاريخه أقل من ما حصل عليه في 77. في 77 حصل على 117 مقعد،
في 2011 نزل إلى 110، أقل من 77، الآن إلى 90 مقعد. إذن نحن أمام تحول وأمام تجيش شعبي سلمي انتخابي لإحداث تغيرات تنقذ إسبانيا من شيئين دائما كانوا لما يلتقيان يكونان سبب الأزمة، وكان سببا في الحرب الأهلية سنة 36، الأزمة الاقتصادية الخانقة والإجراءات الآن التي بتوجيه من ميركل ومن البنك الدولي ومن الوحدة الأوروبية التي تلح في تطبيق هذه الإجراءات التقشفية القوية، والتي كانت نتائجها الكارثية على اليونان سابقا، ولو أن اليونان اضطرت أن تمر من عنق الزجاجة رغم وصول حزب سيريسا إلى الحكم الذي هو يشبه حزب بوديموس نوعا ما. والأزمة الاقتصادية وموضوع الانفصال في كاتالونيا. موضوع الانفصال يثير خوف ومحوري بالنسبة للشعب الإسباني، لا أقول فقط بالنسبة للشعب الكتالوني، بالنسبة للشعب الإسباني. طيب، الحزب الاشتراكي أوضاعه ليست بخير. صحيح. يقولون أن بيدرو سانشيز لا يحكم شيئا. صحيح. ما الخطأ في الحزب الاشتراكي؟ مما يعاني بالضبط الحزب الاشتراكي يعيش أزمة لنقل تمتد إلى سنوات. مباشرة بعد خروج ساباتيرو، حتى قبل خروج ساباتيرو يعني من الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، بدأت بوادر أزمة داخلية. لاحظنا كيف أن ساباتيرو تخلى عن ترشيحه في انتخابات عام 2011 لصالح روبالكابا. روبالكابا هذا الرجل الذي اشتهر في ألعاب القوى في السبعينيات من القرن الماضي، أستاذ للكيمياء، داهية في التدبير السياسي، وهو ربما من دهاة الحزب ومن الرجال الذين اشتغلوا في الظل واشتغلوا في محطات مفصلية. لكن مهمة روبالكابا آنذاك كانت هي إنقاذ ماء الوجه. 110 مقعد عام 2011 ربما كان لن يصل إليها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني لو لم يكن روبالكابا بدهائه بقدرته التواصلية وبكونه رجل دولة قادر على مواجهة ماريانو راخوي الذي كان في وضع مريح جدا، وكان الجميع يعلم بأنه سيفوز في الانتخابات ديال 2011 بغض النظر عن نسبة المقاعد أو عدد المقاعد التي سيحصل عليها. إذن روبالكابا سينسحب لصالح جيل جديد من الاشتراكيين الإسبان. كان هناك يسأل المشاهد لماذا ينسحب ما دام بهذه الحنكة؟ ينسحب لأنه أراد أولا أن يترك المجال لصالح جيل جديد من الاشتراكيين، وثانيا لأن الوضع صار كارثيا وأن هناك انتقادات كبيرة جدا لروبالكابا من داخل الحزب الاشتراكي. بالتالي كان هناك ترشيحات، كانت وزيرة الدفاع السابقة كارمين تشاكون كانت من بين المرشحات، سوزانا دياس أيضا تدول اسمها كمرشحة، ثم جاء ببيدرو سانشيز هذا الخبير في الاقتصاد الذي ألف كتابا عن السياسة الدبلوماسية أو الدبلوماسية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وله دراية بالمنظومة الاقتصادية، جاء به لكي يكون أمينا عاما للحزب الاشتراكي. عندما سألت صحفي كبير في إسبانيا يعرفه سيد الجوقي أستاذ أجمير، هو خابير بالينسويلا، لماذا بيدرو سانشيز؟ قال لي لأنه ربما يبدو بالنسبة للنساء فوق 60 سنة يبدو شابا مثاليا كزوج لبناتهن، وبالتالي هذا فسر لماذا تم الاختيار بيدرو سانشيز بطريقة كاريكاتورية. جاء إذن وصارت له اليوم طموحات ربما سنناقشها فيما بعد. ولكن رغم كل هذا الاتحاد الاشتراكي يواجه انتقادات لاذعة. السياسيون تخلوا عن اللغة الدبلوماسية ويقولون أن الحزب الاشتراكي مهلهل يحتاج إلى قيادة. هل هي أزمة قيادة في هذا الحزب الآن؟ هي أزمة شاملة. نبدأ بالقيادة وننزل إلى القاعدة. أولا اليوم بيدرو سانشيز يساءل طبعا، يساءل لأن اللجنة الفيدرالية للحزب اجتمعت هذه الأيام ونبهت، اجتمعت البارحة، نعم نبهت، فقالت له بشكل واضح أمامك خطوط حمراء. وظهر تيار في اللجنة الفيدرالية داخل الحزب يميل إلى عدم تجديد ترشيح بيدرو سانشيز، لأن الانتخابات المؤتمر المقبل ستكون في شهر فبراير. وفي نفس الوقت ظهرت المرأة القوية الآن هي سوسانا دياس، فهذه السيدة بكل تأكيد سيكون لها مستقبل كبير في الحزب الاشتراكي العمالي. الآن إذا ذهبنا إلى سيناريو إعادة الانتخابات بكل تأكيد
بيدرو سانشيز لن يكون هو مرشح الحزب، وإنما ستكون سوسانا دياس. فسوسانا دياس أولا حققت سياسة ناجحة جدا في إقليم الأندلس، هي رئيسة حكومة إقليم الأندلس. ولاحظي الإقليم الوحيد في إسبانيا من بين 17 إقليم الذي لم يتقدم فيه بوديموس هو إقليم الأندلس، بفضل سياسة سوسانا دياس، وهي بالتالي في الوقت الحاضر من صقور الحزب. لها كذلك دعم القيادات التاريخية داخل الحزب مثل فيليبي غونساليس وألفونسو غيرا والروبالكابا، كلهم يدعمونها. ثم ظهر، وهذه ظاهرة في تاريخ الحزب الاشتراكي العمالي حتى قبل الحرب الأهلية الإسبانية، منذ عهد بابلو إغليسياس، لأن كان هناك بابلو إغليسياس آخر في القرن التاسع عشر هو مؤسس الحزب الاشتراكي العمالي، وبالمناسبة أسس في حانة بمدريد تسمى في شارع تطوان من ربما من عبثية الأقدار أمام الكورت إنجليز. نعم، أمام الكورت إنجليز. فدائما كانت الشخصية الكاريزمية. لاحظ أن هذا الحزب تأسس في حانة. سنعود إلى بوديموس إذا سمحت. نعم، لا، هنا فقط أريد أن أوضح نقطة محورية. نعم. بيدرو سانشيز ليس شخص كاريزمي. فيليبي غونساليس، ساباتيرو، بابلو إغليسياس الماضي، الحزب الاشتراكي كان يقوده أشخاص كاريزميين. سوسانا دياس كاريزمية، لكن هذه الكاريزمية تنقص بيدرو سانشيز. وأظن أن الإنسان الإسباني إلى حد ما مثل الإنسان العربي هو إنسان عاطفي، إنسان يتأثر بالكلام، وهذا الكلام لا يمثله اليوم، وهذه ربما الشعبوية لا يمثلها بيدرو سانشيز، وإنما يمثلها بابلو إغليسياس. وعلاوة على ما تفضل به الدكتور، الفساد فعل ما فعل في هذا الحزب كذلك دكتور. لا طبعا الفساد كان له تأثير، ولا أقول الفساد الإداري، الفساد السياسي في إسبانيا. وأعتقد أن سلسلة الفساد وصلت وطالت مسؤولين قياديين، حتى نائب رئيس الحكومة السابق رودريغو راتو الذي كان رئيسا للبنك الدولي الآن ويحاكم بتهمة الفساد، إلى جانب بارسيناس المسؤول عن مالية الحزب. بل أن المحكمة الآن تدعو الحزب الشعبي لإعطاء تفاصيل ميزانيته، باعتبار أن هناك شكوك تحوم حول استفادته المباشرة من الفساد السياسي ومن الريع الذي كان يصل إلى الحزب. بل أن الفساد وصل إلى واقترب من العائلة المالكة عن طريق زوج ابنة الملك السابق. لم يقترب منها، تخلى اقترب منها، لأن لحد الآن ليست بمتهمة، والمتهم هو زوجها إن أندنغارين. إذن الاشتراكيين كذلك كان لهم نصيبهم من الفساد، كان له دور. لكن أعتقد أن الأسباب الأخرى تتعلق أولا بالانتقال الجيلي والتحولات التي تعرفها إسبانيا. أعتقد أن ربما يلعب دور نوعا ما كاريزمية الزعيم كما قال الدكتور فيما يخص بيدرو سانشيز. لكن المعروف أن راخوي ربما قد يكون رئيس الحكومة الأقل كاريزمية في تاريخ إسبانيا بما فيها الجمهورية. ومع ذلك حصل سنة 2011 لأن الظروف كانت ملائمة على 186 مقعد، وحصل الآن على 123 مقعد. أضيف وهو عودة سريعة لما كنا نناقشه سابقا، راخوي والحزب الشعبي أساء تدبير الأغلبية المطلقة ب 186 مقعد، وهذا كان له كذلك دور فيما حصل من تحول في المشهد ومن صعود، خصوصا بالنسبة لسيودادانوس، لحزب المواطنون الذي ولد في كاتالونيا وأصبح الآن حزبا وطنيا في الرتبة الرابعة. قبل أن نذهب إلى المواطنين نرجع إلى بوديموس. كان يشرح لي زميل نبيل أنه يعني نستطيع. بوديموس هي تعني نستطيع، وهي كلمة استوحاها الجيل الذي ولد من رحم حركة 15 ماي 2011 بمدريد، استوحاها من يس ويكان، ذلك الشعار الانتخابي الذي رفعه باراك أوباما من أجل مواجهة ظروف صعبة تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي خدم هذا الحزب ليصل إلى هذه المرتبة المرموقة الثالثة، ليس بالشيء الهين في هذه الانتخابات؟ هو كوكتيل من مجموعة من الأشياء. في جزء منه هو ما قاله الأستاذ أجمير، هو أننا أمام
جيل جديد من الشباب الإسباني الذي يرى في الجيل الذي قاد الانتقال الديمقراطي ولمعت أسماؤه يعني في فترة الانتقال الديمقراطي لم يعود يعبر عن طموحاته السياسية، لم يعود الزعيم السياسي هو ذلك النبي الذي يتبعه يعني المريدون من مختلف أصقاع إسبانيا. صار جيلا مختلفا ويرى في الساسة يعني كهولا وأناسا يدافعون عن مصالحهم، خصوصا بعد تفجر مجموعة من ملفات الفساد السياسي. الأزمة الاقتصادية كانت أشبه بصفعة بالنسبة لهذا الجيل، لأن إسبانيا الموعودة، إسبانيا الرفاه التي شاهدناها في السينما من خلال الروايات ومن حتى الواقع مع البوم الاقتصادي الذي كان في نهاية التسعينيات وفي لنقل بداية القرن 21 لم تعد موجودة، تبخرت بين عشية وضحاها. قال لي ذات يوم سائق تاكسي في مدريد، قال لي أتدري ماذا حصل؟ لقد كنا في حفلة ولم نعلم أو لا نعلم من الذي أطفأ الأضواء. إذا كانت إسبانيا في حفلة وكان الجميع سعيدا، لكن في لحظة معينة انطفأت الأضواء وصارت العتمة ولم يعد هذا الجيل يرى أمامه إلا الظلام، فخرج لينتفض في حركة 15 ماي 2011. ولنلاحظ أن 15 ماي 2011 جاءت مباشرة بعد الانتفاضات العربية التي شهدتها مجموعة من البلدان العربية. لأختم، كنت في ساحة باب الشمس في ماي 2011 وكنت أجري يعني تحقيقا صحفيا تلفزيونيا، وأردت أن أحاور شابا إسبانيا قال لي بلهجة لم أعتدها في إسبانيا، قال لي هل أنت عربي؟ قلت له نعم أنا عربي من المغرب. قال لي أنتم الذين علمتمونا هذا. وكانت تلك يعني إشارة غريبة بالنسبة إلي يعني من طرف شاب إسباني. إذا كان هناك تأثير للسياق العربي، لكن كان هناك سياق بطبيعة الحال أوروبي وإسباني خاص. في الحقيقة علمناهم الكثير لو كانوا يذكرون. دكتور أجمير، بالنسبة إليك بوديموس ربما انطفأت الأضواء ولكن وجد نفسه في وسط القاعة يلعب دورا بارزا الآن في السياسة. ما الذي ساعده على الوصول إلى هذه الطبقة؟ هو عنده كريستيانو رونالدو في السياسة. بابلو إغليسياس هو كريستيانو رونالدو كرة القدم. اللغة الخطابية مهمة عنده في كل شيء. أولا رجل عنده ذكاء خارق، ثانيا عنده خطاب أنا في تقديري في مكان وسط بين الشعبوية من جهة والديماغوجية من جهة أخرى، لأنه أستاذ في السياسة كذلك. هو من عائلة شيوعية، هو جده من أبيه حكم بالإعدام أثناء الحرب الأهلية الإسبانية، وجده من أمه من مؤسسي أهم نقابة في إسبانيا، نقابة اتحاد العمال، وهو ورث هذه القدرة في الخطابة. هو بالمناسبة رجل تلفزيون، كذلك يقدم برامج سياسية، فاكتسب كل هذه الأمور ثم ركب على موجة الربيع الإسباني. شباب غير مؤطر ضائع يصاب بالإحباط، وبالتالي هناك خطاب جذاب فالذي لم يحدث في الربيع العربي. لم يكن هناك تأطير. حركة 15 ماي كذلك لم تكن مؤطرة، ولكن وجدت رجل على هذا الدرجة من الدهاء، من الكاريزمية، فراغ سياسي. وبالتالي إذا توقفنا عند برنامج بوديموس بابلو إغليسياس مكون من 10 نقاط، بعضها غير قابل للتحقيق أبدا. مثلا يقول ننهي أي تعاون مع الاتحاد الأوروبي، نوقف سياسة التقشف، نلغي العجز المالي، نخفض الرواتب للموظفين لأهم موظفي الدولة والنواب في البرلمان، حتى أن أهم موظف في الدولة يتقاضى فقط الراتب الأساسي 3 مرات، نعطي السكن للجميع، نعطي كل الإسبان لهم الحق في راتب حتى لو لم تكن توفرهم شروط أخذ البطالة. هذه أمور غير قابلة للتطبيق. وبالتالي فهذا الخطاب هو خطاب في رأيي ديماغوجي، هذا تقدير الشخصي، غير قابل للتطبيق. الإسبان الذين صوتوا عليه بالأساس هم الشباب الذين هم في حالة إحباط. ولكن هنا يجب أن نتنبه إلى نقطة: هذا اليسار الراديكالي لا يتماشى مع عقلية الإسباني، يتماشى في لحظة أزمة. الإسباني لم يكن أبدا راديكاليا. لما كان الإسباني راديكالي وقعت الحرب الأهلية الإسبانية. وبالتالي لاحظي أن إسبانيا هي من البلدان القليلة في أوروبا التي لا يوجد فيها يمين متطرف. وبالتالي هنا حتى أنا لا أقارنه بوضعية سيريزا في اليونان. سيريزا في اليونان لها وضع مختلف. حقيقة أن حزب راديكالي في البرتغال كذلك يحكمون اليسار الراديكالي، ولكن هم لا يتاجرون
باستقلال بلدهم، لا يستعملون هذه ورقة الاستفتاء والتعبير، لا. فهنا إذا توقفنا عند خطاب الملك فيليب السادس في ليلة أعياد الميلاد، فقال نقطة مهمة جدا نبه إليها الشعب الإسباني، أن إسبانيا تغيرت وهناك إرادة شعبية جديدة، ولكن يجب احترام وحدة إسبانيا. الأحزاب الثلاثة الأخرى تلقفت وتلقت الرسالة، ولكن بوديموس ليس له استعداد لتلقي هذه الرسالة. سأناقشك في هذه الفكرة بأفكار بوديموس. طبعا هل تريد أن تتحدث عن الحزب الشعبي أم ننتقل إلى حزب المواطني؟ لا ننتقل، لكن لي رأي في بوديموس. لأنه أولا البحث عن صعود بوديموس أعتقد يوجد في أخطاء الأحزاب التقليدية، هذه نقطة أولى. ثانيا لا أعتقد أن صعودا بهذا الحجم من 69 مقعد بالنسبة لحزب بوديموس يمكن أن يتم. والحزب حزب راديكالي، صفة الراديكالية هو ما تريد الأحزاب التقليدية أن تلصقه ببوديموس. ربما المصادر الأولى لبوديموس كما كانت المصادر الأولى للحزب الاشتراكي العمالي آنذاك قبل الديمقراطية وفي المرحلة الأولى من الديمقراطية، هي مصادر نوعا ما راديكالية وتكون طبيعية. لكن بوديموس ينافس الحزب الاشتراكي في مساحات الاشتراكية الديمقراطية، وخفف وغير خطابه بعد نزوله في الانتخابات الكتالونية الجهوية، وحقق من جديد، وهذا ما أكد عليه في حملته، أنني سأحقق العودة إلى الصعود أو ما يسمى بالإسبانيا ريمونتادا، وحققها بشكل مذهل، لأن المنتظر واستطلاعات الرأي كانت تعطي الدور الثاني، الدرجة الثانية، المرتبة الثانية إلى سيودادانوس وليس إلى بوديموس. ماذا عن سيودادانوس؟ عن سيودادانوس، ولكن فيليبي غونساليس في مشروعه وفي برنامجه كان يدافع سنة 77 و 79 و 82 لما نجح في الانتخابات بأغلبية أكبر، أغلبية مطلقة 202 تاريخية غير مسبوقة في إسبانيا، كان يدافع على الانسحاب من الحلف الأطلسي. بمجرد دخوله إلى الحكومة غير موقفه وأعلن استفتاء بعدم الانسحاب من الحلف الأطلسي. فأنتظر أن بوديموس فقط في النقطة الوحيدة اللي هي مثار النقاش الآن مع الحزب الاشتراكي هي الاستمرار بنقطة الاستفتاء في كاتالونيا أو سحبها أو تأجيلها. وأعتقد أن براغماتية بوديموس ستدفع بها إلى سحبها. فيما يخص سيودادانس، هذا اليمين الليبرالي كذلك الذي برز سنة 2006 في كاتالونيا كحزب جهوي وتحول إلى حزب وطني بعد ما أن برزت بقوة موضوع الانفصالية في كاتالونيا، وكان ملجأ نسبة كبيرة من أصوات اليمين التي كانت غاضبا على اليمين الشعبي وعلى الرخوي، لكنها لا تجد نفسها في الحزب الاشتراكي وفي الأحزاب الأخرى. وكان ألبرت ريبيرا ذكيا في جلب هذه النسبة من الأصوات. سيودادانوس 40 مقعد، كيف وصل إليها؟ سأشرح سيودادانوس، لكن لدي تعقيب على ما قاله الأستاذ عبد الحميد البجوقي حول بوديموس. نعلم بأن بوديموس هو كما قلنا الابن الشرعي لحركة 15 ماي 2011. حركة 15 ماي 2011 كانت شعوبا وقبائل ولم يكن لها، كان فعلا هناك مجموعة من الشباب توحدوا ضد هؤلاء السياسيين الفاسدين، ضد الانتقال الديمقراطي الذي ربما وصل إلى المحطة النهائية، لكن لم يكن هناك برنامج. جاء بابلو إغليسياس، ميغيل أوربان وغيرهم بذكائهم وتخرجهم، إيريخون إنيغو، جاءوا ووضعوا هذا الحزب الذي اسمه حزب نستطيع أو حزب بوديموس، ووحدوا هذه الشعوب والقبائل. لكن إذا انتقلنا إلى مجال السلطة أو مجال البراغماتية لتفريد السلطة، ألن يضعف ذلك بوديموس؟ وبالتالي سنشهد خفوتا لهذه الموجة وهذه الحركة التي يدعمها الجميع. لماذا؟ لأنها وقفت مع المستضعفين في إسبانيا، لأنها وقفت في وجه الفاسدين إلى آخره. السياسة تغير، لكن ربما تغير جلد بوديموس بعد ممارسته للسياسة الفعلية، يعني ممارسته للسلطة، ربما سيضعف هذا الحزب، وسنرى ربما اضمحلالا وتراجعا، بحكم أن قواعده سترى بأن القيادة أو قيادة بوديموس لم تفي بوعودها وربما انسلخت عن التزاماتها الأولى. سيودادانوس هو حزب ظهر في كاتالونيا عام 2006، وبالتالي هو ليس وافدا جديدا تماما على المشهد السياسي الإسباني. سيودادانوس جاء من فكرة، هو أنه القومية الكتالانية هي ربما وطنية إجبارية،
ناسيوناليسمو كاتالان اوبليغاتوريو، يعني يفرضون علينا من خلال الأحزاب التي تسمى الآن الأحزاب الاستقلالية أرتور ماس وغيره، هي تفرض علينا نوعا معينا أو تصورا معينا كيف عليه أن تكون كاتالونيا. إذن جاء ليدافع بشكل من الأشكال عن وحدة إسبانيا وعن بعض الأفكار المغايرة. أين سيقع التحول عندما انتقل هذا الحزب من مجرد حزب جهوي له في الانتخابات الأخيرة 9 مقاعد في البرلمان كاتالونيا إلى حزب وطني؟ وعندما تسأل بعض الذين لديهم دراية بالمطبخ السياسي الإسباني في بداية ظهور هذا الحزب، يعني قبل سنة أو سنة ونصف، في شهور معدودة، يقولون لك إن الإسبان يريدون لهذا الحزب أو اليميني الإسبان يريدون لهذا الحزب أن يشكل بديلا للحزب الشعبي، لأن الحزب الشعبي تلطخت يعني أيديه بملفات الفساد، هو الحزب الشعبي بقميص أبيض ناصع. طيب ننتقل للأحزاب الصغرى، أرجو أن تكون المداخلات مختصرة لأننا سنتحدث عن التحالفات الممكنة. ماذا الأحزاب الصغرى الأخرى باختصار؟ الأحزاب الاختصار ليس فقط أنا طبعا الزملاء تحدثوا ما فيه الكفاية. أطلبها بلطف من الجميع. طيب أرجوك. فقط أريد أن أوضح أن عندما نتحدث عن الأحزاب الصغرى نتحدث عن الأحزاب الإقليمية. طبعا. أما الأحزاب على المستوى المركزي هذه الأربعة فقط. صحيح. ظهر اليسار الموحد اللي هو حزب الشيوعي السابق بمقعدين فقط، وبالتالي التي تؤثث اليوم للمشهد السياسي وحتى في التحالفات هي الأحزاب القومية. فهذه الأحزاب القومية أصبحت قوة سياسية، سواء في كاتالونيا عندنا بالإضافة إلى بوديموس عندنا حزب حرية وديمقراطية والحزب الجمهوري اليساري ثم الحزب الوطني الباسكي. فهذه الأحزاب السياسية الثلاث أساسية الآن. أي تحالف، وهنا اسمح لي أوضح قضية التحالفات لأنها معقدة ولن تكون سهلة. طبعا. فقضية التحالفات ما هي السيناريوهات الممكنة؟ يمكن أن نصل، هناك سيناريوهات على المستوى النظري وهي سهلة. تحالف استراتيجي على الطريقة ليس الإيطالية، على الطريقة الألمانية. في ألمانيا نعم. كيف يكون الطريقة الألمانية في إسبانيا؟ نعم، بين الحزب الاشتراكي العمالي والحزب الشعبي. في ألمانيا بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، يعني بين الحزب الاشتراكي العمالي والحزب الشعبي لهم أغلبية مريحة جدا. طيب ما المانع إذن في هذه الحالة؟ هنا قيادة فيدرالية للحزب الاشتراكي وضعت خطوط حمراء أمام بيدرو سانشيز، قالت له بأي طريقة نرفض أن تتحالف مع الحزب الشعبي، سواء لا تعطيه أصواتك صوت ضده في المرة الأولى والمرة الثانية. يعني هذا وضع، سميت هكذا لينياس الروخاس، وبالتالي مستحيل هذا التحالف. السيناريو الثاني تحالف بين بوديموس والحزب الاشتراكي واليسار الموحد والقوميين. إذن تحالف يساري على الطريقة الإيطالية. طيب. فهذا كذلك، لكن شرط أن يتخلى عن استفتاء كاتالونيا؟ نعم، وهذا مشكل معقد وبالتالي غير وارد. لماذا؟ ولكن الزعيم إغليسياس يقول أنا مع توحيد إسبانيا ولكن بطريقة ديمقراطية، ويراهن على ما حدث في إنجلترا مثلا وفي كيبك في كندا. هل هو مخطئ في الرهان على رفض الإسبان الأكثر من ذلك؟ هو يطرح الاستفتاء بشرط أن حزبه سيدعو إلى التصويت بلا الاستقلال كاتالونيا. أظن أن القضية ليس قضية موافق أو غير موافق. طيب. كما أشار الأستاذ، وإنما قضية برنامج سياسي. بوديموس اكتسح الساحة في كاتالونيا. لماذا؟ لاحظ أن بوديموس سحب البساط حتى من الأحزاب التاريخية القومية. حزب ماس حصل فقط على 8 مقاعد، يعني فقد النصف، وهو الحزب صاحب فكرة الاستقلال والاستفتاء. إذن التحالف اليساري ما الذي يمنح؟ لأن الحزب الاشتراكي وضع خطوط حمراء، لن نتحالف مع بوديموس إذا احتفظ بفكرة الاستفتاء. فلاحظ إذن هنا للمستوى الثاني. السيناريو الثالث، هناك 3 سيناريوهات، لابد أن نطرح السيناريو الثالث، هو حكومة أقلية يحكم فيها الراخوي. حتى أنه هذه الحكومة حتى ولو لم يصوت في الدور الثاني سيودادانوس وبيسوي ضده لن يصل إلى الأغلبية النسبية، يعني يجب أن يتجاوز المعارضين بصوت واحد، لن يصل. وحتى إذا وصل ستكون حكومة ضعيفة جدا وبالتالي تسقط في أقل من سنة. ففي هذه الحالة لن يبقى هناك من سيناريو إلا تنظيم انتخابات مبكرة مقبلة بعد شهرين ربما، بعد شهرين من قرار الملك الدعوة إلى هذه الانتخابات. طيب بالنسبة إليك التحالف الممكن أو الأقرب الآن؟
أنا أعتقد على أنه لا زالت هناك إمكانية تشكيل حكومة بقيادة الرخوي مع الامتناع عن التصويت لبعض الأحزاب، وهذا احتمال وارد ما دام أن من الذي سيقدم تنازلات في هذه الحالة؟ ممكن أن تقدم التنازلات الأحزاب الجهوية أو الأحزاب القومية باستثناء الحزب الاشتراكي الذي يصمم علنا لحد الآن وبقرار من اللجنة الفيدرالية التي اجتمعت يوم أمس أن لا تعطي هذه الفرصة للحزب الشعبي. لماذا هذا الرفض؟ باختصار أرجوك ونعود لله. أعتقد أن الرفض له علاقة برغبة الحزب الاشتراكي في تشكيل حكومة في هذه المرحلة الائتلافية للخروج من أزمته الداخلية. نتائج إعادة الانتخابات ستكون كارثية بالنسبة للحزب الاشتراكي وستكون إيجابية بالنسبة للحزب الشعبي، لأن لا يمكن أن نحتمل الانتخابات تتم متتالية في ظرف 3 أشهر بالعودة إلى نسبة المشاركة إلى 73%. إذن وقلة المشاركة يستفيد منها الحزب الشعبي بدون نقاش. إذن السيناريو الأقرب بالنسبة إليك؟ أنا أعتقد أن السيناريوين الأقربين في هذه الحالة أن تحسم بعض الأحزاب الجهوية للاستمرار وتأزيم الوضع. ربما هناك بعض الأحزاب القومية التي هي ضد الرخوي، لكن لا مانع لها أن تمتنع عن التصويت لتسمح بحكومة ضعيفة يترأسها الرخوي وتحتاج دائما إلى أصوات بقية الفرق لتمرير القوانين أو مشاريع القوانين. هذا الجدار الصعب ربما كيف يمكن تجاوزه الذي سميته؟ هي معادلة رياضية في الواقع صعبة. التحالف ما بين الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي ممكن، لكن ماذا سيقول الاشتراكيين لقواعدهم؟ فهو ربما تحالف أو توافق سيكون جديدا على المنطق السياسي، سيكون جديدا على المنطق. اتخذوا قرار اللجنة التنفيذية منعت أي تحالف مع الحزب الشعبي. الآن هناك طموحات شخصية لبيدرو سانشيز، يريد أن يكون رئيسا للحكومة، وهذا فيه تناقض، لأن نحن أمام النتائج الانتخابية الأكثر كارثية في تاريخ الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. هو غير مدعوم. أكمل الفكرة فقط. بالنسبة لبيدرو سانشيز يقولون حتى زعيم بوديموس أنه غير مدعوم حتى داخل حزبه. كيف يمكن أن يأمل في رئاسة زعيم بوديموس زعيم الحزب الاشتراكي؟ الاثنان قال نفس الشيء. الكلمة السر هي في هل سيؤجل المؤتمر، يعني مؤتمر الاشتراكيين، إلى ما بعد فبراير، معنى بعد تشكيل الحكومة، أم سيتم يعني عقد مؤتمر الاشتراكيين كما هو منصوص عليه يعني في شهر فبراير المقبل. في حالة إذا عقد المؤتمر في فبراير المقبل، فبالتالي الاشتراكيين أو الهيئة أو اللجنة الفيدرالية ستقوم بتغيير بيدرو سانشيز وستختار سوسانا دياس هي المرأة القوية الآن. لكن ربما إذا تم تأجيله وانتصر يعني هذا التيار الذي يدعو لبيدرو سانشيز، ربما في حالة إعادة الانتخابات سيكون بيدرو سانشيز هو المرشح مرة أخرى ربما للانتخابات المقبلة. بيدرو سانشيز ماذا يريد؟ يريد تشكيل قطب يساري يضم بوديموس ويضم يعني مجموعة من الأحزاب الصغيرة التي سيستطيع أن منها سكيردا ونيدو اليسار الموحد، التي سيستطيع معها تشكيل حكومة يسارية يقودها هو. ولكن هل بوديموس سيتخلى عن استفتاء كاتالون؟ هذا هو مربط الفرس. يعني لو هو يضع شروط، يقول بيدرو سانشيز يمكنني التحالف لكننا لا يمكن أن نفرط في الوحدة الترابية للمملكة الإسبانية. طيب. قالها بالأمس لكي يطمئن معارضيه. هل بوديموس يمكن أن يتخلى عن الفكرة أم هي أساس نجاحه ربما؟ هي أساس نجاحه، لأن بوديموس هو القوة السياسية الأولى الآن في كاتالونيا، وهو يملك 25% من القوة السياسية الموجودة حاليا في كاتالونيا. إذن هذه الحكومة اليسارية صعبة كذا؟ صعبة بطبيعة الحال، صعبة. طيب دكتور مدينة التحالفات ممكن؟ كل السيناريوهات تقودنا إلى حلقة مفرغة. طيب في حال ما ذهبنا إلى انتخابات بعد شهرين كما قلت في الأجل الدستوري، من الفائز من الخاسر ومن سيعمل كل ما في جهده لكي يتجنب هذه الانتخابات؟ طيب الآن إذا استمعنا إلى تصريحات قادة الأحزاب السياسية كلهم ضد الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدون استثناء، وكلهم يعتبرونها كارثية. هذا الصباح أستمع في إحدى القنوات الإسبانية إلى ندوة صحفية لأحد قيادي الحزب الشعبي، ويقول بالحرف إذا دعونا إلى انتخابات مبكرة الناخب الإسباني سيقول هؤلاء مجموعة من الانتهازيين من أجل
بسبب أنهم لم يصلوا إلى المناصب التي يطمحون إليها يقودون الشعب الإسباني إلى انتخابات مبكرة. هذا سيء ليس فقط بالنسبة للمواطن الإسباني أو بالنسبة للسياسة الداخلية الإسبانية، حتى بالنسبة للسياسة الخارجية. كيف؟ لأنه يدفع إلى نوع من عدم الاطمئنان. الآن الانتخابات إذا دعي لها سيكون بعد 3 أشهر من الآن، إذن فراغ سياسي، فراغ اقتصادي لمدة 3 شهور، وبالتالي هذا الاتحاد الأوروبي ينبه. إذن خلال هذه المرحلة هناك قضية جدولة الديون، هناك قضية العجز في الميزانية. من حسن الحظ، وأظن أن الرخوي كان ذكي جدا، أنه قبل نهاية ولايته صوت على ميزانية 2016، وإلا هذه الميزانية كذلك ستكون معقدة. هناك كذلك عدم الاطمئنان من الجوار المتوسطي وليس فقط الأوروبي. ثم الآن ما هي السيناريوهات الممكنة؟ هذه من الصعب التنبؤ بها. الحزب الشعبي أظن بعد أولا الحزب الذي سيرفض أن يتحالف أو يتعاون الناخب سيعاقبه. هنا لحد الآن نرى أن الحزب الشعبي بصفته لا أقول للفائز وإنما المحتل الرتبة الأولى هو الذي له الحق السعي لتشكيل الحكومة، وهو الذي سيقترحه الملك، وهو يعبر عن استعداده. وبالتالي من غير المعقول أن الحزب المحتل الرتبة الأولى ينسحب ويبدأ الحزب الثاني كما يفعل الآن بيدرو سانشيز للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة، فهذا أمر غير وارد. طيب إذن هنا أتم فقط هذه الفكرة. إذا ذهب الإسبان إلى انتخابات سابقة لأوانها، أظن سيتم إعادة بناء نفس الخريطة السياسية السابقة، أغلبية للحزب الشعبي، يحسن أرقامه الحزب الاشتراكي إذا غير رئيس الحزب، إذا تقدمت سوزانا دياز. وأظن وهذا في الكواليس الحزب الاشتراكي يطبخ سيناريو لإزاحة بطريقة سلمية هادئة لإزاحة بيدرو سانشيز وتعويضه بسوزانا دياز. لو سمحتي جوهرة، هناك نقطة أغفلناها، هو أننا نتحدث عن أزمة سياسية أفرزتها الانتخابات الإسبانية، أزمة تدار كواليسها في مدريد، لكن بالمقابل هناك أزمة أيضا في كاتالونيا، رغم أن كاتالونيا هي مشكل رئيسي. الآن أرتور ماس ليس له القدرة أن يشكل حكومة وأن يكون رئيسا لها في كاتالونيا، بحكم أنه آخر انتخابات للحزب وحزب راديكالي ضد الرأسمالية وضد الملكية، يعني حزب يمكن أن نسميه بالاتحاد الشعبي، يعني كان هناك تعادل في الأصوات، ولم يستطع هذا الحزب الصغير الذي يملك 10 مقاعد في برلمان كاتالونيا الجهوي أن يقول هل ندعم أرتور ماس في الانتخابات أم لا. أرتور ماس يملك 62 مقعدا في البرلمان الجهوي، ويحتاج إلى 10 مقاعد من أجل أن يستطيع أن يشكل حكومته. تشكيل هذه الحكومة سيكون مفتاح بداية شد الحبل في المطالب الانفصالية مع مدريد. لا ننسى سيودادانوس في كاتالونيا هو القوة المعارضة الأولى لأرتور ماس والاستقلاليين في كاتالونيا، وهذا مهم جدا ونقطة تقوي سيودادانوس. طيب تفضل سيد بشار. أنا بالنسبة لي الاحتمالات، كل الاحتمالات واردة، وأصعب الاحتمالات أو الاحتمالات التي تخافها كل الأحزاب السياسية وفي مقدمتها الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي هو احتمال إعادة الانتخابات. وبالتالي أغلبية 163 مقعد في الدور الثاني، الدور الأول يجب حسب الدستور الإسباني أن يحصل الحزب المرشح أو الشخص المرشح على 176 مقعد الأغلبية المطلقة. في الدور الثاني 163 مقعد ممكنة، لكن بشروط جد معقدة، سواء بالنسبة للحزب اليميني أو بالنسبة للحزب. وهناك 6 احتمالات ممكنة، 3 احتمالات للحزب الشعبي يقود الحكومة، و3 احتمالات للحزب الاشتراكي يقود الحكومة. لكن هناك احتمال قوي، رغم أن اللجنة الفيدرالية أقامت خطا أحمرا أو سطرت خطا أحمرا، هو التحالف بين الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي. وهذه تجربة تمت في ألمانيا سنة 2005 بين ميركل بعدما فقد انتخابات شرودر في انتخابات 2005. والمهم أن بارونات الحزب، وأنا كنت في مدريد أثناء الانتخابات، وكان لي حديث مع العديد من الشخصيات الوازنة داخل الحزب الاشتراكي، وأكدوا لي من يحكم هذا الحزب؟ من يحكم هذا السؤال يطرح حتى داخل إسبانيا؟ لا، هذا الحزب من يحكمه اليوم؟ أعتقد حتى البارونات هذه تكرر هذه الكلمة من هذا البارون منذ زمن فيليبي غونساليس، والكلام يكون دائما بالبارونات أو بالقيادات التي تملك مقاليد السلطة داخل الحزب، أي مقاليد الأصوات ومقاليد المقاعد. والأندلس الآن هي حيث يوجد البارون
المعرونة الوحيدة الكبيرة القوية التي أعطت للحزب من 90 مقعد 62 مقعد. أكمل. فإذا أعتقد أن اللجنة الفيدرالية ستعود للاجتماع، وأن محاولة تشكيل حكومة، لأن الوحدة الأوروبية تدعم والبارونات كذلك يدعمون تشكيل حكومة إنقاذ وطني، والسبب وارد: استكمال الإجراءات الوقائية من الأزمة أو الإجراءات لمواجهة الأزمة، وتلافي الانفصال في كاتالونيا، وهذا يؤدد الأمن الوطني للدولة الإسبانية. إذن سببين كافيين لتشكيل حكومة إنقاذ وطني. والاتحاد الأوروبي، الوحدة الأوروبية وأنجيلا ميركل في مقدمتهم تدعم هذه الخطوة، وهي ممكنة، أو العودة إلى الانتخابات. هذه الحكومة التي ستعين، نبيل، ما هي الملفات العاجلة المطروحة بالنسبة لك دقيقة من السماح؟ الملفات بطبيعة الحال على رأسها الملفات الاقتصادية. الآن نحن أمام ملف أيضا البطالة في إسبانيا الآن هي 20%، كانت في السابق 25%، يعني عندما جاء الحزب الشعبي ليترأس الحكومة بقيادة ماريانو راخوي. نحن أمام ملفات اقتصادية والنهوض بالاقتصاد الإسباني. نحن أمام ملفات اجتماعية استغلتها الأحزاب يعني الاشتراكية وحزب بوديموس. لكن كيف يمكن أن نضع وصفة بطبيعة الحال بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وبطبيعة الحال تحت إرشادات ألمانيا التي تعد ربما الدركي داخل الاتحاد الأوروبي، وهي من الزعيم الرائد وهي من يقول ستذهبون يمينا أو ستذهبون يسارا إلى آخره. بالتالي كيف يمكن أن نعيد لإسبانيا ذلك النمو الاقتصادي الذي فقدته في خلال سنوات الأزمة؟ كيف يمكن أن نتدبر يعني مناصب شغل ل 20% من الإسبان النشيطين؟ كيف يمكن أن نرتقي بإسبانيا مجددا، وأن نطوي ربما أن نخرج من هذه الدائرة التي دخلت إليها إسبانيا عام 2008، ألا وهي دائرة الأزمة الاقتصادية؟ هل اليوم نحن في حال أفضل من 2008 أم ما زلنا في ظل الأزمة في إسبانيا؟ لا، إذا توقفنا عند الأرقام ونكون واقعيين وكمحللين سياسيين، الأمور تحسنت. لاحظي بأن راخوي أخذ البلاد وهي على حافة الإفلاس، وهذا يشفع له اليوم. أظن ذلك، وأظن بسبب فضل ذلك حصل على 123 نائب، لأنه شخص بدون كاريزمية. فلاحظ بأن الراخوي خفض البطالة من 25% إلى 20%، ولكن 20 كمية كبيرة كذلك. ولكن 5% في 4 سنوات شيء زيد، وخلق 600,000 منصب شغل. ثم أنه معدل النمو ارتفع ب3% سنويا. بالإضافة إلى ذلك، وهذا الأهم، أعادت ثقة للأسواق الدولية وللمستثمرين الأجانب، وهذا ما كان قد فقد على عهد الاشتراكيين. ولكن الإملاءات ما زالت موجودة. كيف؟ التقشفية. ليس هناك حل يا سيدتي في إسبانيا الوقت الحاضر بدون تقشفية، وأظن أن الحزب الذي يزعم بأنه ضد التقشف في إسبانيا هو حزب شعبوي. طيب، ما عساه يفعل رئيس الحكومة المقبل؟ ما هو هامش التحرك بالنسبة إليه المتاح اليوم؟ لك دقيقة من الزمن سنختم. أنا أعتقد أن المشهد بشكله الحالي إن أعطى حكومة ائتلافية ستكون حكومة عاجزة على تطبيق برنامجها بشكل كامل، وبالتالي سيكون أمام تحديات كبرى لتطبيق هذا البرنامج. وأعتقد كذلك أن الإجراءات المتعلقة بمواجهة الأزمة ستكون دائما من الأولويات. ربما حكومة بقيادة الحزب الاشتراكي مثلا وبشراكة بوديموس قد تكون هذه الشراكة لها دور في تأجيل هذه الإجراءات أو في التخفيف منها. وأعتقد أن بوديموس ستكون في مستوى البراغماتية للقبول بالتخفيف بدل إيقاف الإجراءات، لأنه لا أعتقد أي حكومة في إسبانيا الآن ستكون مع إيقاف الإجراءات بشكل قاطع. أعتقد على أن الإجراءات ستستمر. تجربة اليونان لن تعاد، ولن يقبل لا بوديموس ولا الحزب الاشتراكي ولا الأحزاب الأخرى بإعادتها. وبالتالي التخفيف كذلك من الإجراءات، من الإجراءات التقشفية التي اتخذها الراخوي، وهذا ما حسب عليه، كانت إجراءات تقشفية
قاسية أدت بحالات وأوضاع ولكنها كانت ضرورية كارثية. كانت ضرورية، ولكن هناك من يقول أنها لم تكن بتلك الضرورة ولم يكن بالضرورة أو ضروريا أن تكون على حساب الطبقات الفقيرة والطبقات المسحوقة. ما حصة الطبقات الأخرى وخصوصا الطبقة الغنية والمستثمرين الكبار من المساهمة في التخفيف من هذه الأزمة التي كانت تعيشها إسبانيا. ورغم ذلك إسبانيا تتنفس اليوم أحسن ربما اقتصاديا. إسبانيا تتنفس أحسن، لكن جسدها ما زال يعاني ربما من الكوليسترول. نعم دكتور. أظن أن الدرس الأكبر والذي على جميع السياسيين الإسبان أن يحفظوه، سواء الأحزاب التقليدية أو الأحزاب الجديدة، هو التصالح مع الشعب الإسباني. وهذا التصالح هو السبيل الوحيد لتجديد الحياة السياسية في إسبانيا. وأظن أن التصالح بمعنى ماذا تقصد؟ كيف يتصالح مع الإسبان؟ يتصالح معه أنها أولا معاقبة الفاسدين، هذا متعلق به، جلب الشباب إلى الحياة السياسية. الشباب عازفة من الحياة السياسية بسبب سيطرة طبقة معينة على هذه الحياة السياسية. وأظن أن هذه الأحزاب التقليدية حتى لو عادت للحكم من جديد أظن أنها حفظت الدرس، فقط أن هذا الدرس مع الأسف لمدة 10 سنوات والشعب يطالب به والتعليمات كانت تأتي من الأعلى لأن كانت لها أغلبية مطلقة. الآن لما أصبحت مضطرة للحكم في إطار تحالفات وبالتالي المطالب تأتي من الأسفل، فهي تعلمت الدرس وأظن أنها ستساهم من جديد في خلق جيل سياسي جديد في إسبانيا، وهذا ما تحتاج إليه إسبانيا اليوم. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الواحد أقمير. الشكر موصول كذلك لنبيل دريوش وللأستاذ عبد الحميد بشوقي. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بإذن الله الأسبوع المقبل.